محتاره بقى كده على غدا النهارده ومش عارفه تعملي ايه، تعالى اقول لك تعملي ازاي غدا سهل واقتصادي وسريع جدا وكله في حله واحده. بس يا ريت لو بتشوفيني لاول مره حطي لي لايك واعملي متابعه لصفحتي، ويلا نسمي بالله ونصلي على الرسول. مبدئيا كده هنعمل المبكبكه بالمكرونه بالكفته، حاجه كده في منتهى اللذاذه. بس طبعا علشان الفيديو دوت قصير كده مش عارفه اقول لكم كل التفاصيل، فانا هسيب لكم لينك مثبت في اول التعليقات بالفيديو الطويل بكل التفاصيل، ادخلوا بسرعه شوفوه بجد هيعجبكم جدا. عايزه اقول لكم ان الاكله دي ما كلفتنيش غير 160 جنيه بس، وما شاء الله تكفي معاكي لحد 8 افراد كده، وتكفي وتوفي، لان ما شاء الله رمت معايا كميه كبيره جدا. مبدئيا كده ده كان نص كيلو لحمه مفرومه، حطيت عليه بقى كده شويه خضار وبدات ان انا اكوره كفته كده، واديتها تشويحه صدمه كده على النار، وبعد كده شلتها وبدات ان انا انزل بصلايه واعمل تسبيكه زي ما انتم شايفين كده. نزلت بالكفته تاخد غلويه كده بعد ما الصلصه اتسبكت، وبعد ما خدت غلوتين كده رحت ضايفه عليها كيسين 2 من المكرونه وزودتها ميه مغليه، واول لما تغلي